اوعى تشتري لمبات ليد لعربيتك غير لما تتفرج على الفيديو دوت للاخر. اللمبات الليد ما هياش مجرد شكل جمالي وبس، لكن خلي بالك ان هي بتديلك مجال رؤية اوسع وابعد وافضل، ودوت هيخليك تقدر ان انت تتلاشى الحوادث بنسبة كبيرة على الطريق، لان كل ما كان مدى الرؤية ابعد هيديلك وقت اطول ان انت تتلاشى الحادثة. طيب ايه الحاجات اللي احنا نبص عليها في الطقم بتاع الليد اللي احنا بنشتريه؟ اول حاجه نعرفها الوات اللي مكتوب على العلبه دوت للطقم كامل ولا للمبه الواحده، واهم من الوات اليومن بتاع الطقم. يعني انت ممكن تاخد طقم وات، طقم ليد 50 واط 6000 يومن او 5000 يومن، وممكن نفس الطقم دوت تركبه 100 واط بيبقى برضه حوالي 7000 او 8000 يومن. ايه اللي بيفرق في القصه دي؟ الشبايه ونوعها وحجمها اللي موجودين على اللمبه نفسها. وخليك عارف ان مش دايما الوات العالي معناه اضاءة اشد، بالعكس انت ممكن تاخد لمبة في حاجات في السوق مكتوب عليها 8000 واط، مفيش حاجة اسمها 8000 واط في الدنيا كلها. فانت خليك عارف ان انت تبقى عارف انت بتشتري من ماركة موثوق فيها وضمان حقيقي وتجربة فعلية. تاني حاجة بنبص عليها في اللمبة دي التبريد بتاعها، ودوت اهم حاجة هتضمن لك عمر اطول لللمبة. طيب في لمبات التبريد بتاعها عن طريق تيوب نحاس، في لمبات تبريد 2 تيوب نحاس، وفي لمبات بيبقى تيوب 2 تيوب نحاس او تيوب نحاس ومعاهم مروحة، وده افضل حاجة على الاطلاق. بالاضافة كمان ان احنا لازم نبقى عارفين ان في عربيات كتير بتحتاج لقواعد مخصوص عند التركيب، زي العربيات الهيونداي توسان، الفورد الفوكس، الكيا السيراف، الكي 3، الاوبل الاسترا. العربيات دي كلها لازم يركب لها قواعد مخصوص مع تركيب اللمبه، مش ان انا اروح لازق اللمبه في الفانوس عشان اوفر ثمن القعده اللي هو مش غالي خالص، مقارنه بان انا ابوظ الفانوس والحم فيه اللمبه. ونصيحتي ليك اوعى تغير نور الشبوره بلمبات ليد، لان انت لو دخلت بشبوره مش هتشوف غير بالنور الاصفر، النور الابيض هيوهمك ان انت شايف لكن انت فعليا انت مش شايف قدامك اي حاجه. لو في عندكم أي استفسار بخصوص الإضاءة ابعتوا لنا على رقم الواتساب أو على التعليقات بتاعة الصفحة، وإحنا هنرد عليكم وهنرد عليها في الفيديو الجديد إن شاء الله. كان معاكم المهندس مينا من محل هيليو كابل كاميرات السيارات.